وصفتنا النهاردة من العيار التقيل. هنعمل المعدس الكويتي وكمان هنعمل جنبه سلطة الدقوس. وصفة بجد خطيرة والطعم كان بجد تحفة، واوعدكم لو جربتوا الوصفة دي مش هتبطلوا انك تعملوها. يلا بقى نشوف وصفة النهاردة مكوناتها عبارة عن ايه وكمان هنعملها ازاي. المكونات عبارة عن كوبايتين كبار من الرز البسمتي غسلناه كويس وسبناه يتصفى، وكوباية نفس الكوباية هنعاير بيها كوباية واحدة من العدس، ومعنا واحدة بطاطس كبيرة مقطعينها مكعبات أو وحدتين بطاطس وسط، المهم تكون المكعبات كبيرة شوية، ومعانا بصلاية كبيرة مقطعينها مكعبات صغيرة، ومعايا فلفل أخضر أو فلفل رومي مع فلفل حامي، وطماطماية كبيرة برضو مقطعينها مكعبات صغيرة، معلقة كبيرة من الصلصة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معنا ربطة كزبرة خضراء، والبهارات عبارة عن مكعبين من مرقة الخضروات، معلقة صغيرة من الكركم، كزبرة ناشفة، وكاري معلقة صغيرة اللي هي معلقة الشاي اللي هي بنحلي بيها كده الشاي، واحدتين من الليمون المخلل مقطعين مكعبات صغيرة، والمهم نكون شايلين البذر. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. حل على النار هننزل بالزيت، واول ما الزيت ما يبدأ يسخن هنزل على طول بالبصل، وبعد كده بالفلفل الاخضر. بعد كده هبدأ أشوحهم كويس مع بعض لغاية ما البصل والفلفل يدبلوا ويبدأوا ياخدوا لون معايا كده، لون بسيط بالشكل ده. بعد كده هنزل على طول بالمعلقة التوم وابدأ أشوحها، بس مجرد ما الريحة بتاعة التوم تظهر هنزل على طول بالطماطم. ويلا بقى نشوح الطماطم مع البصل والفلفل والتوم. بعد كده هننزل بالبهارات، والصلصة، والليمون المخلل، وهنزل بالكزبرة بس مش هنزل بالربط كلها، هنزل بنصها. وبعد كده ارجع اقلب الكلام ده كله تاني مع بعض. وبعد ما قلبتهم كويس بالشكل ده يلا بقى هننزل بالعدس، ومع العدس هننزل بالبطاطس، ويلا برضو نرجع نقلب الكلام ده كله مع بعض. وهيكون معايا بعد كده مية مغلية هنزل بيها على العدس. وبصوا بقى مش هننزل بمية كتير، هنزل كده يدوب تبقى المية باينة. يعني بصوا، يعني نزلت بشوية مية وحسيت لا لسه المية مش واضحة معايا، فهنزل بشوية كمان، لان انا عايزة العدس ده بس ما الا يتسوى نص سوا، ياخد نص سوا. وبعد كده هسيبه على نار هادية واسيبه لغاية ما يتشرب المية كلها. بعد كده هننزل على طول بالرز وباقي الكزبرة الخضراء، وننزل بعد كده بالملح وفلفل اسود، ونقلب الكلام ده كله مع بعض لغاية ما الرز يتشوح كويس ويسخن معانا كويس. بعد كده هيكون معايا مية مغلية هننزل بيها على الرز. وبصوا بقى انا مش عايزة انزل بمية كتير، يا دوب المية تبقى مغطية الرز بحاجة بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هسيبه، طبعا هنا هدوق الملح واشوف لو الملح مظبوط تمام، لو مش مظبوط هنظبط الملح. وبعد كده هزود قرن فلفل حامي كده علشان يعلي معايا الطعم. وبعد كده اول ما يغلي بالشكل ده نهدي عليه ونسيبه يستوي على نار هادية. يلا بقى نحضر الدقوس. معنا 4 وحدات طماطم، ربطة كزبرة، ليمونتين، 3 معالق كبار من الخل، توم وشطة وملح وفلفل. يلا بقى ننزل بالكلام ده كله في الخلاط. والثوم هنا انا معايا 5 فصوص من الثوم، والشطة طبعا على حسب ما انتوا بتحبوا الشطة. وبعد ما هننزل بالملح والفلفل هحط نص كوباية من المية، ويلا بقى نضرب الكلام ده كله مع بعض في الخلاط.
انا بقى مش هضرب كتير في الخلاط، انا بس ما الا عايزه المكونات دي تتفرم معايا، لكن مش عايزاها تنعم تماما. يا دوب كده ضربتين تلاتة اتاكدت ان الطماطم اتضربت، يبقى كده خلاص، وبكده تبقى تاخدي احلى سلطه دقوس. شايفين منظرها؟ بجد كان طعمها تحفه. يلا بقى نشوف اخبار الرز واخبار المعدس، اخباره عامل ازاي. شايفين منظره؟ تحفة. ده شكله بعد نص ساعة بالظبط على النار الهادية. بجد كان تحفة ومستوي تماما، والبطاطس كانت مستوية حلو جدا من غير ما تتهري، علشان مقطعينها مكعبات كبيرة. يلا بقى نغرفها ونحطها في طبقنا، ونزينها بالبصل المحمر او اللي هو بصل الكشري. ويلا بقى ندوقها مع الدقوس، ونشوف طعمها هيبقى عامل ازاي. بجد يا جماعة طعمها خطير، جربوها وانا واثقة ان هي هتعجبكم جدا. ودي كانت وصفة النهاردة وفيديو النهاردة. لو عجبكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفولو لصفحة الفيسبوك، وياريت ما تحرمونيش من كومنتاتكم الجميلة. يلا بقى، باي باي.